لا 3 جنيه دفعه واحده كتير، كتير جدا، لا اوفر يا جماعه، كتير على الغني وكتير على الفقير وكتير على اللي معاه وكتير على اللي معهوش، كتير جدا كتير جدا، لا اضبط وسط، لا 3 جنيه اضبط وسط. بنزين ايه اللي يزيد 3 جنيه؟ هو انت لحقت حضرتك خلصت الزياده الاولانيه عشان تعمل علينا زياده تانية؟ ما لحقناش والله، يعني بجد كتير قوي، وبعدين تطلع بالزياده 3 جنيه. بنزين ايه اللي ويقول لك اصل الحرب حرب مين؟ الحرب دي قامت في ايران. انت لسه ما اشتريتش بنزين جديد عشان تعرف البنزين غلي عندهم ولا ما؟ انت كده كده لسه عندك. هو انتوا لازم تكسبوا اضعاف اضعاف اضعافهم عشان لما تجيبوا البنزين الجديد تبقوا عوضتوا؟ ازاي الخيار يوصل ل 30 جنيه؟ ازاي كيلو القوطة يوصل ل 45 جنيه؟ ازاي كيلو البانيه يوصل من 300 جنيه 350 جنيه، ما هو انه هو في الاخر كان ب 60 جنيه؟ ده ما يرضيش ربنا. فين الرقابة اللي انتوا وعدتونا بيها؟ شفتوا وسمعتوا، دي صرخات حقيقية من قلب الشارع المصري اللي جاب آخره، والرد بيجي ليهم من فوق بكل برود. هو ده بنفسه اللي من كام يوم كان بيحذر وبيقول إن اللي هيرفع الأسعار على الناس هيتحاكم محاكمة عسكرية. طيب يا سيدي، دلوقتي انت اللي رفعت أسعار البنزين والغاز ورفعت معاهم ضغط الشعب كله، مين اللي هيحاكمك؟ لا عسكري ولا مدني هيقدر يقف قصادك. ما هي بقت العزبة بتاعتك تعمل فيها اللي انت عايزه طول ما انت شايف شعب ساكت ومجبور على الصبر. ورد الحكومة كان ايه بعد ما شافت صرخات الناس في الشارع؟ يا ترى هتتراجع عن زيادة الأسعار؟ لا طبعا، ده في كل بجاحة بتقول لك هتعمل مؤتمر مخصوص علشان تطلع تبرر وتقول لك أصل سعر النفط العالمي زاد. مش انتوا اللي صدعتونا وقلتوا لنا عندنا احتياطي نفط وغاز يكفينا ومش هنتأثر بالأزمات؟ ليه دلوقتي المواطن هو اللي بيدفع الثمن؟ ده سعر برميل البترول عالميا نزل ووصل ل 84 دولار، وبرضه مصر هي الدولة الوحيدة اللي الأسعار فيها بتزيد ومش بتقل. ده اسمه نصب علني على شعب غلبان مش لاقي ياكل. وبسبب قراراتكم الغبية دي ما سابتش حد في حاله، المواصلات زادت وبقت الضعف، وحتى المواصلات الحكومية اللي هي مفروض لعامة الشعب وتبقى الأجرة بتاعتها بسيطة، ما رحمتوش الناس ورفعتوا عليهم الأجرة فيها هي كمان. ولو فكر المواطن يمرض من الهم اللي هو شايفه في البلد دي يدخل في حيطة سد تاني. شركات الأدوية اللي هي تبعكم برضه وحكومية طلعت تقول لك زيادة 30%، يعني المواطن اللي شبه ميت ده مش مسموح ليه حتى يتعالج. ده غير الأكل والشرب، والطماطم اللي وصلت 40 جنيه، والخيار اللي بقى 30 جنيه، والبانيه اللي وصل 350 جنيه، ومعظم الخضروات بتزرع في الصوب الزراعية اللي تبع الجيش. واحنا في شهر كريم، شهر رحمة، لكن الرحمة منزوعة من قلوبكم. والنصيبة الكبيرة بقى السيسي يطلع بكل هدوء يقول لك ما تخافوش أنا بطمنكم ومش عايز غير مصلحتكم. وبعد كل اللي عمله ده طالع يطلب من الشعب اللي موته بالحياة إنه يدعي له على إيه؟ والناس مش لاقية لقمة حال علشان تاكلها. الدعاء الوحيد اللي هيوصلك منهم هو حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أسأل الله العظيم الكريم رب العرش إن كل وجع وكل مرض وكل حرق الدم شافها أب مش عارف يأكل عياله تتجمع فيه وفي عصابتك وفي كل واحد بيأيدك أو بيطبل ليك أو بيساعدك في ذل الناس دي. ربنا يخلصنا منك ومن اللي معاك بإذن الله، لأن الظلم ده آخره قريب جدا.